هل تعتقد أن الثروة تقاس بما تراه؟ سيارات فاخرة، ملابس غالية، منازل ضخمة. كل هذه الأشياء تجعلنا نظن أن هذا الشخص ثري. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. هذه ليست ثروة. هذه مجرد أشياء تم شراؤها. الثروة الحقيقية هي المال الذي لم يتم إنفاقه. الشخص الذي ينفق كل ما لديه ليبدو غنياً قد لا يكون غنياً أصلاً، بينما الشخص الذي يعيش ببساطة لكنه يدخر ويستثمر هو من يبني ثروة حقيقية. المشكلة أن الثروة الحقيقية غير مرئية. لا يمكنك رؤيتها في الشارع، لأنها ليست في الأشياء، بل فيما لم يتم شراؤه. إذا أردت أن تصبح غنياً، لا تركز على ما يراه الناس، بل على ما لا يرونه. هذه فكرة من الفصل 9 من كتاب The Psychology of Money. تابع Edify Reads علشان تفهم المال بذكاء.